بريان بخط الهجوم، برايان الكولومبي الوافد الجديد لنادي الزورام اليوم هو في خط الهجوم. غياب اللاعب كرار نبيل بداعي الإصابة كلارينكس، وكذلك هناك أيضا غياب اللاعب أسامة رشيد وجوزيف بعد تلقي البطاقة الحمراء في المباراة الماضية، وهادي صالح مصاب على المباراة اليوم. هذه أبرز الغيابات بصفوف الفريقين بعد ما انطلق الصافرة البداية. نتابع ونشاهد. برعدت عند الحارس علي كاظم بنقلة طويلة من علي، والارتقاء هنا بالراس أبعدت بوسط ملعب المباراة. تعود هنا للكتيبة الحمراء. ديبوتي يحاول التقدم أمام الزورام من خلال مباراة اليوم هنا بملعب الراحل الكابتن شرار حيدر إبراهيم توميو. حاول بالتقدم باللقطة الماضية لكنها تنقطع، وتعود عند البرازيلي أورينهو إلى أمجد عطوان. عادت الكرة بوسط الميدان من أمجد عطوان. هناك عند اللاعب يوسف رائد من الآلوسي، بل تعود هناك بنقلة بمنتصف ملعب المباراة. انتشار واضح، والتقدم حتى الآن سيكون لمن؟ هل لكونه يلعب بالعاصمة وباعتباره ملعب الافتراضي نادي الزورام من خلال مباراة اليوم تواجد جماهير الزورام، وكذلك تواجد جماهير نادي زاخو القادمين من الشمال، شمال العراق الحبيب من اقليم كردستان العراق، وهم يتابعون اجواء هذه المباراة يساندون الكيان الاحمر، بينما هنا عشاق النوارس يتوافدون. والمرور عند ابراهيم. هناك محاولة بريان عاد بهذه اللحظات. بريان تعود بوسط ملعب المباراة. التقدم حسن عبد الكريم لمحمد قاسم. انتشار حسن عبد الكريم قوقية يحاول المرور من الجهة اليمنى. حسن عبد الكريم وأورينهو تدخل والإبعاد يأتي والكرة إلى خارج أرضية الملعب. حسن يطالب حكم المباراة سالم عامر ويقول الكرة غادرت يا كابتن سالم باللقطة الماضية. شاهد هذا هو الاحتكاك بهذه الكرة التي أبعدت نعم بينما اصطدمت بقدم اللاعب حسن عبد الكريم، وكان الإبعاد من قبل اللاعب أورينهو. هنا توجيهات للكابتن عماد النحاس المدرب المصري. نشاهد ونتابع بهذه اللحظات. علي كاظم تترك الكرة من علي لشيفان جميل، ملعوبة عند البرازيلي أورينهو، كذلك بعد غياب اللاعب جوزيف أوليفيرا. هنا نقلة تعود شيفان جميل بنقلة للأمام للكتيبة الحمراء. لا شيء الزوراء ولا شيء زاخو من خلال مباراة اليوم حتى هذه اللحظات. نعم الزوراء القادم من تعادل أمام النفط سلبا من دون أهداف، وكذلك زاخو بعد التعادل في مباراة الأخيرة أمام الميناء بهدف لمثل الاثنين بأمس الحاجة للنقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم. الزوراء يسعى من أجل تحقيق النقاط الثلاثة والارتقاء بسلم الترتيب، بينما كذلك تشاهد نادي زاخو الفريق الذي يطمح دائما خارج الديار بأن يحقق نتيجة إيجابية. التعادل الانتصار كلها في مصلحة زاخو. فلتقدم هنا التصويب تأتي من حسن عبد الكريم بقوة إلى الزوراء، ولكن الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة، ضاعت إلى الخارج بتسديدة حسن عبد الكريم وهو على التنفيذ. الدقائق الخمسة الأولى مشتعلة ما بين الزوراء وزاخو، لكن تعادل الآن لما يبدو اللقطة الماضية. نتابع أحبتي نشاهد هذه الإعادة لمرور اللاعب حسن عبد الكريم، والتصويبة كانت من مكان بعيد تصدى لها علي، والكرة بعد ما غادرت أرضية ملعب المباراة. نتابع حتى هذه اللحظات. تنفذ الآن الركنية للنوارس. هل ستحلق في سماء العاصمة؟ وكرة بالراس أبعدت حتى عادت مرة أخرى لحسن عبد الكريم. حسن يحاول التقدم من حسن عبد الكريم، يتلاعب بالدفاعات داخل منطقة العمليات، وتعود هناك كاظم رعد. كاظم يحاول الآن من كاظم رعد تأتي بنقلة إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. بنفس التوقيت انطلقت مباراة القرمة وكذلك الطلبة، والآن تقدم نادي القرمة بهدف على الطلبة، بينما التعادل نعم لا زال مستمر
خلال هذا اللقاء. لقطة كانت رأسية من اللاعب برايان الكولومبي، هذا اللاعب الوافد الجديد لصفوف الزوراء. نتابع ونشاهد أحبتي. تعود الكرة عند الحارس علي كاظم، من علي كاظم، بينما الزوراء الذي يريد أن يرتقي بسلم الترتيب ويريد أن يحقق النقاط الثلاثة من خلال مباراة اليوم برصيد 28 نقطة في المركز السادس. هذا في حال إذا فاز بالنقاط الثلاثة سيرتفع رصيده للنقطة 31. كذلك نادي زاخو ب 27 نقطة ويسعى لتحقيق النقاط الثلاثة خلال مباراة اليوم. نشاهد نتابع بعد أن مضت الكرة بوسط ملعب المباراة. هذا أكام هاشم، وبنقلة تعود سريعة لا زالت مستمرة، عدت وللأمام هنا الإبعاد يأتي، كرة تتخلص وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. نعم، الجولة انطلقت بالأمس بلقاء جمع الشرطة والغراف وانتهى لمصلحة الشرطة بهدف دون رد، وكذلك مباراة ديالا والكرخة التي انتهت لمصلحة ديالا بهدف مقابل لا شيء. وقبل هذه المباراة كذلك لعبت مباراتين الساعة الثالثة، مباراة النجف والقاسم التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وكذلك مباراة أربيل والنفط. أربيل الذي نعم لعب عدة مباريات وتعثر بآخر جولاته يعود من جديد ويحقق انتصار مثير على نادي النفط ب3 أهداف مقابل هدف وحيد. وكما تشاهدون انطلقت مباراتين لهذا اليوم بنفس التوقيت في الساعة 5:30. الزوراء أمام زاخو والقرمة أمام الطلبة من خلال مباراة اليوم. نشاهد السلامة للاعب أولا، سلامة اللاعب، سقوط أحد لاعبي نادي زاخو على أرضية ملعب المباراة. هذه جماهير زاخو المتواجدة، أبناء الخابور الحاضرين بملعب المباراة وهم يتابعون ويؤازرون سلامة اللاعب السورستوم. هناك الكلام نعم، وصافرة حكم المباراة سالم عامر بعد هذا الاشتراك ما بين اللاعب كاظم رعد وأسو رستم. هل كان هنالك شيء بهذه اللقطة أم يكون تدخل غير مقصود من المدافع كاظم رعد؟ ملعوبة الكرة وللأمام بالراس تتخلص، هنا نقلة سريعة، أسو رستم يتقدم يحاول، لكن كرة بهذا التدخل وديبوتي أوغانا أندري من أندري وصلت والإبعاد يأتي تتخلص، لكن هنا عند من؟ عند حسن عبد الكريم، انقطعت ومن جديد هناك صافرة للقطة الأولى، وصافرة سالم عامر تشير لخطأ لمصلحة الزوراء، وحسن عبد الكريم يطالب حكم المباراة بالبطاقة الصفراء. لكن لا زلنا نشاهد بوسط الملعب هناك التقدم، سجاد محمد مهدي، نقلة من سجاد بتمريرة سريعة لمحمد قاسم، محاولة لكنها انقطعت، لا وجود لشيء. شبر علي وتعود مرة أخرى حميد علي القادم من الميناء، لك راية والتسلل كان باللقطة الماضية. هذا أمجد عطوان كابتن الفريق، أمجد عطوان القائد للكتيبة الحمراء هو أمجد عطوان. لا زلنا نتابع ونشاهد أحبتي حتى هذه اللحظات والدقائق العشرة الأولى انتهت من مجريات الشوط الأول، والتعادل مستمر ما بين أبناء الخابور والزعيم النوارس خلال مباراة اليوم، يطمحون لكسب النقاط وتسجيل الأهداف بهذه المباراة المثيرة ما بين الفريقين. أكيد كل التوقعات بعيدة، ولكن هنا من يعطي لهذه المباراة ستعطيه ثمارها بنتيجتها بأهدافها. حسن عبد الكريم مرة وحاول لكنها انقطعت، أندري بالوسط والكرة تعود مجددا هنا سريعة عند محمد لكنها لن تصل، وصافرة
وفيها البطاقة الصفراء حاضرة. نعم، صافرة وفيها البطاقة الصفراء حاضرة على اللاعب. هذا هو نعم الآلوسي يوسف رائد. اللقطة الماضية بهذا التدخل شاهد كان على لاعب شيفان جميل الذي تلقى البطاقة الصفراء، والاعتراض كان من يوسف رائد آلوسي باللقطة الماضية. الأخطاء بهكذا أماكن ممنوعة ومرفوضة يا شيفان جميل. بعد التدخل باللقطة الماضية كانت هناك مطالبة كذلك. نتابع الآن، نشاهد أحبتي النوارس بمن حضر. هنا من يعشق النوارس، وهنا مدرسة المدارس للأجيال الرياضية. نشاهد ونتابع. نعم، عندما تقول الزعيم بحجمه بألقابه بإنجازاته بكل ما حقق الزوراء بلاعبيه بنجومه بتلك الأسماء الكبيرة التي مثلت هذا الكيان الكبير، وهو اليوم يواجه الطموح زاخو الفريق العنيد خلال المواسم الأخيرة، وصيف بطولة كأس العراق وكذلك ممثل الكرة العراقية في دوري أبطال الخليج للموسم 2025-2026، وكذلك وصل لدور نصف النهائي في البطولة ذاتها كأس الخليج للأندية العربية. ثابت الآن للزوراء بهذا المكان الخطير لمصلحة النوارس. هل ستحلق هنا بقلب العاصمة بغداد، هنا بملعب الكابتن شرار حيدر؟ هل ستشعل وستطلق من هذا الملعب الشرارة الأولى من خلال مباراة اليوم؟ وهل تكون شرارة المباراة بهدف أول بمنتصف ملعب الكابتن شرار حيدر تنفذ والكرة انقطعت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة؟ ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. سلامة اللعب، سلامة. نتابع نادي زاخو، هذا الفريق الذي لعب 16 مباراة واليوم يلعب مباراة ال17. فاز ب7 مباريات وتعادل ب6، خسر 3 مباريات، عكس الزوراء الذي لعب 15 مباراة وعنده مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام الشرطة، وفاز ب7 وتعادل ب7، لم يخسر إلا مباراة واحدة. عدت الآن التقدم مستمر، هناك مرور عند اللاعب إبراهيم توميو، نقلة سريعة وصلت عند الكولومبي، حاول بريان لكن وين يا بريان؟ إلى خارج أرضية الملعب. حكام هاشم بعد التقدم بالكرة الماضية. هنا جماهير الزوراء شاهد بهذا الحماس وهم يهتفون لكيان النوارس، وفي الجهة المجاورة تشاهد كذلك الكم الحاضر من جماهير زاخو بوسط ملعب المباراة. عند اللاعب البرازيلي أورينهو يحاول التقدم من أورينهو، انقطعت الكرة عند عامر جاموس من الأردني القادم من الوحدات ولاعب الجزيرة، لكن عادت كاظم رعد لمحمد قاسم. محمد قاسم بالوسط، هناك تغيير مسار الكرة باتجاه سجاد. المرور الآن بنقلة سريعة من سجاد إبراهيم توميو، حاول النيجيري، مر بالكرة إلى بيريان عدت الآن يا بيريان لحسين فلاح يتقدم، مر بالكرة حسين ولكن وين؟ وأمجد عطوان هنا يقول لا، بل وتأتي صافرة وخطأ على اللاعب حسين فلاح باللقطة الماضية. خطأ باللقطة الماضية على اللاعب حسين فلاح بهذا الاشتراك مع اللاعب أمجد عطوان. الخطأ وصافرة حكم المباراة كانت حاضرة من الدولي السابق سالم عامر من يدير أحداث مباراة اليوم، ماجستير تربية رياضية وحكما لمباراة الزوراء وزاخو.
خلال هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة 17 من منافسات دورينا. تصل الكرة بالوسط، هنا تعود بنقلة سريعة ديبوتي لكن تتخلص، وللأمام هناك باتجاه اللاعب بيريان. عدى الكولومبي من بيريان إلى علي كاظم، هل يبدأ مشواره؟ وبالفعل هو بدأ مشواره مع الزوراء، وهل يعلن عن أول أهدافه مع النوارس خلال هذا الموسم ومن خلال مباراة اليوم، أم سيغيب عن الأهداف بعد أن اشترك في المباريات الماضية؟ شاهد إبراهيم توميو، هذا محمد علي عبود لاعب الزوراء السابق. نعم، بعد الاشتراك في الكرة الماضية. نقلة سريعة باتجاه اللاعب بيريان، رياس كوسكس، وتسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب من إبراهيم توميو. هذا علي كاظم، شاهد الإعادة بالكرة الماضية. تصويبة اللاعب إبراهيم توميو التي غادرت أرضية ملعب المباراة. نظرات للمدرب عماد النحاس بنظراته، وكذلك نعم يترقب بما خطط وما هي الحلول التي وضعها لمجريات المباراة. الكابتن عماد النحاس يدخل في كل مباراة ويقول هي مهمة صعبة، هي أن تجاري أندية كبيرة، أن تجاري أندية متقدمة، أندية طموحة، وكل الأندية لا زالت تتنافس على المراكز الأولى. ترى اليوم الشرطة في صدارة الترتيب ولديه مباراة مؤجلة. تارة كان أربيل عاد وانتزع الصدارة نادي القرمة، ومن ثم القوة الجوية عندما يقترب على المنافسة للصدارة لترتيب الدوري. الزوراء كذلك الطلبة، الأندية التي تتصارع على المراكز المتقدمة، وحتى الآن لن تحسم الأمور بعد لكون الزوراء عند مباراة مؤجلة، وكذلك الشرطة عند مباراة مؤجلة. بقية الأندية لعبت جميع مبارياتها منذ الجولة الأولى حتى الجولة 16 و17 تلعب اليوم، وغدا كذلك بعض المباريات التي لم تلعب. والكرة تصل بهذا التقدم، لكن هنا الخطأ والصافرة بعد أن اعتبر كذلك قرار الاتحاد بفوز أمانة بغداد على نادي أربيل في المباراة التي أشرك بها نادي أربيل عدد من المحترفين. نعم، غير مسموح بذلك العدد ب7 محترفين، لكن وصلت الآن. تعود مجددا الكرة بالوسط، والانتقال لا زالت مستمرة بتمريرة حتى عادت بوسط ملعب المباراة محمد علي عبود. من محمد علي عبود يحاول المرور، الزوراء والقوة الجوية. محمد علي عبود وليزاخو للموسم الثاني بوسط الملعب. نكم تمريرة للعب ديبوتي أوغانا، من ديبوتي وصلت شبر علي لعلي كاظم. نقلة سريعة من علي كاظم، هنا الارتقاء، التقدم عند اللاعب آسو رستم، وميثم جبار بالملاصقة الفردية يترك الكرة تغادر أرضية الملعب، وكان الاعتراض من اللاعب آسو رستم بالكرة الماضية. عادت لأكام هاشم، هذا هو أكام هاشم، والتقدم الآن. المرور بهذه اللحظات عند اللاعب عامر يعيد الكرة بالوسط. نقلة تتهيأ من محمد قاسم. إبراهيم توميو يحاول التقدم، مرور من إبراهيم توميو. بيريان عدى بالكرة الآن، ويعود مرة أخرى هناك من عامر. تأتي، هل تكون العرضية حاضرة من سجاد محمد؟ لا، بل وصلت عامر لمحمد قاسم. تعود يا محمد لميثم جبار. هنا ميثم جبار، المرور والكرة عند اللاعب حسن عبد الكريم. تقدم، تهيأت الأمور لحسن، لا وجود لشيء، وحكم المباراة يطلب استمرارية اللعب للكتيبة الحمراء. هذه عند أورينهو، حاول البرازيلي، لكن هنا الملاصقة تأتي وصافرة، وخطأ على اللاعب عامر جاموس.
النجمي بالكرة الماضية. خطأ كان على اللاعب عامر جاموس بالكرة الماضية. نتابع نشاهد التعادل المستمر حتى الآن ما بين الزوراء وزاخو من خلال معطيات الشوط الأول. لا وجود لهجمات تهدد مرمى الفريقين، ولا وجود للكرات الخطيرة التي تستحق أن نقول عنها كادت أن تكون بهدف، باستثناء كرة واحدة، وهذه الثانية. هذه الثانية من حسن عبد الكريم. الأولى غادرت والثانية بأحضان الحارس. ممكن إذا حاولت بالأولى بالثانية والثالثة حتى العاشرة فأكيدا ستزور الشباك. لا تيأس، بل واصل المشوار بالتسديد، سواء كان للزوراء أو لنادي زاخو. فلا زلنا نتابع وننتظر من يفتتح التسجيل ومن يبدأ بزيارة الشباك أولا. عادت الكرة عند اللاعب يوسف رائد. شبر علي لحميد علي. حميد يتقدم. حميد والمرور. لا جديد يا حميد. مرة حميد، وهنا سرعة حميد بكرة ديبوتي إلى أورينهو. أورينهو يتراجع لديبوتي مرة أخرى. ديبوتي عاد الكرة بالوسط لأمجد عطوان. من عطوان أنديري. من أنديري عدت أنديري لآسو رستم. يتقدم لكن ميتم جبار قال لا يا آسو. قال لا يا آسو، وأبعد الكرة الماضية من أمام اللاعب آسو رستم. تتخلص باللقطة الماضية أمام اللاعب آسو رستم. ميثم جبار وأكام هاشم في خط الدفاع، وهناك سجاد محمد وكاظم رعد. أمامهم حسين فلاح. وتعود مرة أخرى أكام هاشم بالوسط لحسين. تقدم حسين فلاح. من حسين فلاح نقله هناك باتجاه سجاد محمد. سجاد محمد. إبراهيم توميو. إبراهيم توميو عادت عند اللاعب عامر. نقله من عامر وابعاد ياتي من راس شيفان جميل. تتهيأ بعد العودة للخلف للاعب آسو رستم. سقوط اللاعب آسو رستم حتى الآن أكثر لاعب سقط بأرضية ملعب المباراة هو آسو رستم. يتراجع لكي يستلم من خط الوسط ويريد أن يباغت دفاعات الزوراء بالعودة للخلف، ومن ثم ينطلق بسرعة هذا اللاعب. لكن هنا الاحتراف وكلام ما بين اللاعب ميريان رياسكوس الكولومبي، والكلام ما بين الآلوسي وشبر علي، وحكم المباراة يتدخل يطلب الهدوء من اللاعبين. برايان شاهد كلام ما بين الآلوسي وبرايان وسالم عامر. هذه اللقطة ما بين برايان ويوسف رائد الآلوسي. لا، هذه الأمور مرفوضة يا يوسف الآلوسي ويا برايان. عادت الآن بالوسط أندري. أورينهو وأندري. أندري يتقدم. الألباني. وصلت الكرة بوسط ملعب المباراة. هناك التقدم، هذا من ألبانيا أمام النيجيري، وتصل من محمد علي عبود. عادت يا محمد علي عبود. تراجع هنا، انتشار واضح، لكن محمد علي عبود البحث عن المساندة بنقله مرة أخرى باتجاه اللاعب شبر علي، بتمريره باتجاه حميد علي من الجهة اليمنى. كرة عالية تتخلص، ولا زالت آسو يتقدم. تصويبة من آسو رستم سهلة عند الحارس جلال حسن. كرة سهلة عند الحارس جلال حسن. هذه الإعادة للقطة الماضية. الشاهدة التي وصلت إلى آسو رستم سدد، والكرة كانت عند جلال حسن. سهل. تعود الآن بالوسط أكام هاشم. يتقدم أكام هاشم. هذا جمهور الزوراء، نعم، المتواجد بالمباراة، وهو ينتظر
هدف أول في هذا اللقاء أمام أبناء الخابور. نعم، القادمين من ارتووا من نهر الخابور وجاءوا إلى العاصمة من أجل تحقيق الانتصار من خلال مباراة اليوم. فريق صعب سواء لعب بأرضه أو خارج أرضه. جماهير زاخو كذلك العاشقة للكتيبة الحمراء والمساندة لهذا الفريق أينما حل وارتحل. ترى الجماهير ترافق زاخو في كل مبارياته، سواء كانت ببغداد، بالبصرة، بالناصرية، بالعمارة، بالنجف، وأيضا في شمالنا الحبيب في أربيل. هناك نوروز دائما في السليمانية. ترى الملاعب عندما تكون الديربيات الشمالية تمتلئ المدرجات بالحضور الجماهيري اليوم. ورغم صعوبة هذا اللقاء ما بين الزوراء وزاخو، لكن هناك فراغ متواجد في المدرجات. نتابع بعد الكرة الماضية التي وصلت لجلال حصر. جيبوتي أوغانا، وهذا جلال. الآن من جلال حسن تلعب الكرة بالوسط عند اللاعب ميثم، والتقدم حسين فلاح، نقلة باتجاه سجاد محمد، تمريرة لإبراهيم توميو. إبراهيم تقدم، إبراهيم مرة يا إبراهيم، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. يا إبراهيم ضاعت على إبراهيم وغادرت أرضية ملعب المباراة. أكاب هاشم بوسط الملعب، تمريرة عند ميثم. ميثم جبار، من ميثم عاد الكرة لحسين. حسين فلاح باتجاه أكام هاشم، يستطيع اللحاق بالكرة إلى سجاد، من سجاد محمد إبراهيم. توميو يحاول، ونعم يريد استغلال الفرص التي تأتي، لكن لم تكن تلك الفرص بالمساحات المفتوحة أمام اللاعب بريان، وكذلك توميو. وحسن عبد الكريم محاصر كما تشاهدون بهذه اللقطة. هناك كذلك ملاصقة فردية مع الكولومبي. ريان هذه عدت الآن. حسن عبد الكريم الآن يتقدم، وتأتي هنا النقلة عرضية لكنها وصلت سهلة للحارس علي كاظم باللقطة الماضية. كرة كانت عند الحارس علي كاظم. طويلة من علي كاظم إلى خارج أرضية الملعب. يا علي، كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نظرات للمدرب وسام رزق، سبق وأن درب القوة الجوية في دورينا. الكابتن وسام رزق عادت من سجاد إلى أكام هاشم مرة أخرى. أكام حاول التقدم الآن من أكام هاشم، عادت من إبراهيم دوميو مرة أخرى. لا زالت كرة بأقدام اللاعب أكام هاشم. سريع الآن وبالوسط، بعد هذا التراجع الخاطئ أندري يقطع الكرة، ومحاولة سريعة لمصلحة نادي زاخو، لكن انقطعت من حسن عبد الكريم. محمد قاسم والمرور بهذه اللحظات، تأتي بهذه الكرة الخطيرة والمحاولة، لكن يأتي الإبعاد. تتخلص الكرة وتعود عند السجاد. سجاد محمد بهذا المرور. يا سجاد، مناولات نعم سريعة ومرور أسرع كان من ذلك بكثير، لكن المساحات مغلقة حتى هذه اللحظات. وهنا من يريد أن يصل ويفك شفرة المنظومة الدفاعية لنادي زاخو، لكن تشاهد هذا التراجع للخط الأحمر المتواجد، الخط الأفقي. عدت الكرة سريعة، أسو رستم حتى الآن، وزاخو يعتمد على أسلوب الهجمات السريعة عن طريق اللاعب ديبوتي وأسو رستم للضغط على دفاعات نادي الزوراء، لكن بسيطرة وبانتشار واضح لدفاعات نادي الزوراء. تشاهد هناك تواجد ميثم جبار وأكام هاشم أمام اللاعب أسو رستم، والآخر يقف أمام اللاعب ديبوتي ويمنع تحركات ديبوتي. اللاعب حسين فلاح شاهد بالملاصقة الفردية، هذا لكون المدرب عماد النحاس استدرك خطورة اللاعب ديبوتي ووضع حسين فلاح، كأن أوصى يا حسين خليك مع ديبوتي
أينما ذهب وأينما أراد أن اتجه خلفه وامنحه من العبور. وعلى ما يبدو حسين فلاح يطبق هذا الأمر حتى الآن، وتشاهد ديبوتي شبه غائب عن المباراة حتى الآن، لكن تحركات اللاعب حسن عبد الكريم نعم التي ترسل الطمأنينة لجماهير الزوراء بتحركات هذا اللاعب الخطير. وهم يحاولون الوصول من أجل أن يسجلوا هدف أول، لكن الأول هل سيكون للضيف لأبناء الخابور أم للنوارس التي تريد أن تحلق هنا بهذه المباراة الارتقاء، أو يعطي المساحة الكاملة للاعب توميو أم للاعب بيريان. عدت بالكرة الماضية، هذه تعود من محمد علي عبود، انتشار والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. ضاعت كاظم رعد، وأيضا اللاعب بيريان محاصر باللقطة الماضية. شاهدنا آسو رستم، كل ما حاول انقطعت الكرة من آسو وتعود بوسط ملعب المباراة. هناك تقدم من سجاد محمد، يلعب لإبراهيم توميو من إبراهيم والكرة بالراس شبر علي، انقطعت بالوسط. هذه تعود لأمجد عطوان بعادة أمجد عطوان بلمساته وتمريراته الهجومية. أمجد متراجع حتى الآن والضغط متواصل. كاظم رعد بالعرضية تأتي هناك باتجاه توميو، لكن حميد علي متواجد. ركلة جزاء لنادي الزوراء. ماذا يقول يوسف جميل؟ هناك يوسف سعيد بغرفة الفار، وهنا سالم عامر احتسب ركلة جزاء لنادي الزوراء. تابع في الإعادة. هذا التدخل، كانت اللمسة هنا بيد اللاعب حميد علي، أنزلها بطريقة كادت أن تكون هي بطريقة مارادونية، لكنها واضحة يا حميد علي باللقطة الماضية. وكذلك احتساب ركلة جزاء لنادي الزوراء، وهم يطالبون حكم المباراة يقول له اليد خارجة عن الجسد يا كابتن ديبوتي، ومع ذلك يبقى القرار عند حكم المباراة دون العودة للفار. وكذلك أكيد ستعاد في برنامج أنت الحكم والتشخيص لهكذا حالات لأصحاب الاختصاص، لكن بعد الكرة الماضية حكم المباراة كان قريبا واحتسب ضربة الجزاء. الآن ركلة الجزاء لنادي الزوراء بهذه الإعادة. شاهد نعم احتسبها حكم المباراة، ركلة جزاء لنادي الزوراء للنوارس التي تريد من خلال مباراة اليوم. إبراهيم توميو هذا اللاعب عنده هدفين مع الزوراء وصام عن التهديف لعدة مباريات، فهل ينجح اليوم ويسجل الهدف الأول في المباراة ويكون الهدف الشخص الثالث لهذا اللاعب؟ نتابع. أم لحسن عبد الكريم هداف الفريق؟ نظرات نعم باستغراب لجماهير زاخو المتواجدة بملعب المباراة، ونظرات لصقر أبناء الخابور لعلي كاظم بمواجهة حسن عبد الكريم. حسن عبد الكريم قوقية، هل يقود النوارس؟ نعم. هل يسكنها في مرمى الحارس علي كاظم؟ فحسن عبد الكريم هل يكون كريما مع الزوراء ويقود المباراة بهدف؟ لا 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 يا حسن عبد الكريم، لا. ضاعت على حسن عبد الكريم بتسديدة. وين يا حسن عبد الكريم؟ غادرت. هل استعجل حسن بالكرة الماضية؟ لكن بهذه الطريقة تسدد ضربة الجزاء يا حسن عبد الكريم. نعم ضاعت على الزوراء ولا شيء جديد. حسن عبد الكريم لم يكن كريما مع هذه الجماهير، وتبقى النتيجة على حالها من دون أهداف. لا شيء للزوراء ولا شيء لزاخو. ماذا هناك؟
ننتظر الكابتن سالم عامر يتجه للحكم. هناك اعتراض من الكابتن طه زاخولي وكذلك الكابتن محمد ناصر نومي الذي حقق لقب الدوري مع نادي نفط الوسط ولعب لزاخو، واليوم المدرب المساعد مع الكابتن وسام رزق من خلال مباراة اليوم. شاهد هذه الإعادة للقطة الماضية. هل تقدم الحارس وهل ستعاد ركلة الجزاء أم ماذا؟ ولماذا عاد حكم المباراة باللقطة الماضية؟ هذه الكرة التي أضاعها حسن عبد الكريم وغادرت أرضية ملعب المباراة. إذا التعادل أحبتي مستمر ما بين الزوراء وزاخو، لا شيء للزوراء ولا شيء لزاخو. تصل الكرة والتقدم مجددا هنا عند اللاعب حميد، مر بالكرة من جديد ديبوتي، يتقدم الآن من ديبوتي لحميد علي. تصل الكرة بمنتصف ملعب المباراة، تأتي العرضية وبالراس تتخلص لتعود مجددا. هذا عامر جاموس يلعبها لإبراهيم توميو، تصل والإبعاد يأتي تتخلص من شبر علي وتصل بمنتصف ملعب المباراة. دوران، عاد حميد بالكرة الماضية، نقلة سريعة طويلة كأنهم تحرروا الآن وعن طريق اللاعب أسو تقدم أسو رستم، أسو رستم بالكرة الماضية من أسو رستم بالكرة الماضية ضاعت، وميثم جبار تدخل بالكرة الماضية. ولا زال التعادل مستمر ما بين الفريقين حتى الدقيقة 38 من مجريات الشوط الأول. دوران من محمد علي عبود، عرضية والإبعاد تتخلص من ميثم بالوسط هنا عند اللاعب حسن عبد الكريم، نقلة لمحمد قاسم، هذه المرة محمد هو الأقرب، محمد قاسم بتصويبه وعلي هنا تصل مجددا ومحاولة بيريان، حاول الآن يا بيريان وكرة بالراس إلى خارج أرضية الميدان. محاولة والتصويبة كانت قوية من محمد قاسم، وصلت إلى اللاعب بيريان، لكن بيريان كان باللقطة الماضية شاهد هذه الإعادة وهذه التصويبة كان متسللا. ماذا بعد تلك الكرة؟ كان محاصر باللقطة الماضية. والركنية الآن لنادي الزوراء على التنفيذ هو محمد علي قاسم من ينفذ الكرة الثابتة براسية، ولكن هنا التصدي وهناك صافرة تأتي من حكم المباراة. نظرات المدرب عماد، كابتن عماد النحاس بهذه النظرات باستغراب وينتظر بأن يسجل فريقه بعد أن أضاعوا ضربة الجزاء. وهذه الإعادة الخطورة حتى الآن بهذا العطاء لنادي الزوراء. شاهد استحواذ بهذه المباراة، استحوذ على أجواء الشوط الأول منذ اللحظات الأولى، ولا زال الانتشار مستمر من قبل لاعبي نادي الزوراء. شاهدنا بمحاولتين مضت لنادي زاخو، كانت واحدة عن طريق اللاعب ديبوتي وأخرى كانت بتسديدة اللاعب أسو رستم، لكنها وصلت لأحضان جلال حسن سهلة. وهنا بطاقة صفراء تشار من حكم المباراة على اللاعب محمد قاسم يتلقى البطاقة الصفراء الآن، بطاقة صفراء سلام لي اللاعب أورينهو بعد هذا الاشتراك ما بين محمد قاسم وأورينهو. بهذا الاشتراك شاهد حكم المباراة كان ينظر وقريب وأشهر البطاقة الصفراء. كلام ما بين الكابتن سالم عامر والكابتن شيفان جميل. هذه جماهير زاخو المتواجدة بالمباراة حاضرين بملعب المباراة، ولا زال الكلام مستمر ما بين الحكم والكابتن حسن عبد الكريم. هذا محمد قاسم اعتذار بروح رياضية، أكيد الاعتذار هو من شيم الكبار، ومحمد قاسم يعتذر من زميله اللاعب أورينهو البرازيلي المدافع لنادي زاخو. تصل الكرة بوسط الملعب وهنا الإبعاد تتخلص للخارج مرة أخرى. كرات تهدر
محاولات مستمرة، شوط أول لا زال فيه الحضور الكبير للفريقين، لكن الأهداف لا زالت غائبة عن معطيات الشوط الأول. التقدم هنا أمجد عطوان، انتشار لمحمد علي عبود، وصلت من محمد علي عبود، شبر علي حميد، علي يتراجع بالوسط، انقطعت ومرة أخرى هذه المرة لسجاد، تقدم باتجاه إبراهيم توميو، يحاول الوصول بالكرة من إبراهيم لسجاد، لكن هنا الإبعاد يوسف رائد من الآلوسي يلعبها، والتقدم الكرة بالوسط. بعد هذه المحاولة عادت هناك بنقلة سريعة، والتقدم باتجاه لاعب أسو رستم، لكن أكام هاشم وأسو رستم، من أسو رستم لديبوتي، ديبوتي يلعبها أندري، هل يمر الكرة باتجاه لاعب اورينهو الخطير من البرازيلي، يحاول التقدم، شاهد بقية الدفاعات صامتة وتنتظر متى يمرر هذه الكرة الخطير اورينهو، لكنها ضاعت وإلى غادرت أرضية ملعب المباراة. الآن غادرت، تعود بالوسط إلى يوسف رائد عند الآلوسي، انتشار بتمريرة شبر علي، تقدم عند محمد علي عبود، وعادت بالوسط لشبر علي، أندري مرة أخرى من أندري يلعبها عند اللاعب ديبوتي، يتقدم النيجيري لحميد علي، حميد يعيد الكرة لمحمد علي عبود، عادت يا عبود وتعود لحميد، حميد مرة، حميد عد لكنها انقطعت هناك من سجاد، وعودة بالضغط للكتيبة الحمراء، أبناء الخابور يحاولون يريدون زيارة الشباك أولا في هذه المباراة، ما لم ينجح به الزوراء، هل سينجح به زاخو؟ نتابع قبل نهاية أحداث الشوط الأول، لكنها مضت وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم أحبتي الكرام، التعادل مستمر سلبا من دون أهداف حتى الآن، لا شيء للزوراء ولا شيء لزاخو. عادت بالوسط عند الحارس جلال حسن، من جلال بوسط ملعب المباراة، تقدم لمحمد قاسم، من محمد قاسم انتشار واضح والبحث عن مساندة عن زميل لكي يمرر الكرة. محمد هو مر، عدى محمد قاسم باتجاه إبراهيم توميو، هل يدخل توميو؟ دخل، حاول، مرر والهدف الأول، لا 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 لا, لا. ضاعت يا إبراهيم توميو، ضاعت يا إبراهيم توميو، وبيريان يطالب حكم المباراة في اللقطة الماضية، شاهد المرور من إبراهيم توميو، حاول يسحب معه ثلاثة لاعبين، ومرر هذه الكرة إلى اللاعب بيريان، والكرة إلى خارج أرضية الميدان. يا بيريان ضاعت، كانت مطالبة من اللاعب بيريان، وتعود الآن، تصل مرة أخرى وتغادر أرضية ملعب المباراة. ثواني تمضي على نهاية أحداث الشوط الأول، والتعادل مستمر ما بين الفريقين، لا شيء للزوراء ولا شيء لزاخو، بعد أن أضاع ضربة جزاء نادي الزوراء، ولا زالت المباراة مستمرة. حسين فلاح بهذا التقدم، انتشار هناك عند اللاعب عامر، تقدم عامر جاموس، مر يا عامر، عدى يا عامر، تأتي الآن من سجاد داخل منطقة العمليات، انقطعت الكرة بيريان، والكرة تعود الآن شبر علي بنقلة لديبوتي، مر ديبوتي بالوسط ولا زال مسيطر بالكرة ديبوتي، يتقدم ديبوتي وحسين فلاح، انقطعت من ميثم جبار حتى عادت لعامر، عامر والبحث عن مساندة لمحمد قاسم، بهذا الانتشار محمد يبحث عن المساندة حتى يمرر الكرة إلى إبراهيم توميو، توميو بنقلة من توميو لمحمد قاسم، تنقطع من أمجد وتعود عند أندري لأمجد مرة أخرى، لأمجد مرة أخرى، هناك باتجاه أسو رستم، يتقدم شن الهجوم الآن لأبناء الخابور، وبدأ بالكرة، لا زالت حكم المباراة يعطي الأفضلية ويقول استفيد بالكرة يا أسو، لكن خروج لجلال حسن، جلال ينقذ مرمى فريقه. 3 دقائق كوقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول، ولا زالت المباراة مستمرة بالتعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء للنوارس ولا شيء لزاخو حتى هذه اللحظات. نلعب بالوقت الإضافي
من مجريات الشوط الأول في مباراة أكيد مثيرة. كما ذكرت في اللحظات الأولى، التوقعات بعيدة عن هذه المباراة والحسابات بعيدة، حتى صافرة النهاية عليك أن تخمن من يخطف النقاط الثلاث ومن ينتصر بمباراة اليوم ومن يسجل. شهدت المباراة عدة محاولات منها لزاخو ومنها للزوراء، والتقدم عن طريق اللاعب أورينهو. تقدم الآن البرازيلي يحاول والتراجع مع اللاعب أورينهو، لكن هذه المرة بدأت بهجمة مرتدة من حسن عبد الكريم، منقطعات من محمد علي عبود، لا وجود لشيء. ديبوتي يتراجع، مرت من تحت الأقدام، ولكن عامر رد الكرة لحسن عبد الكريم. التقدم يا حسن بنقلة. بيريان يحاول الآن، بيريان مر بيريان من الكولومبي، حاول دخل بيريان، يلا يا فنان، وين يا بيريان؟ إلى خارج الميدان. ضاعت من بيريان وغادرت أرضية الميدان. حتى الآن لا شيء يا بيريان. بالكرة الماضية هذا هو حسن عبد الكريم، بالراس، بعيدة جدا يا حسن عبد الكريم. لا للاعب توميو ولا للاعب بريان في اللقطة الماضية. لو حسن عبد الكريم وعلي كاظم. لحظات تمضي يا علي، كل شيء يمضي من الوقت الإضافي. علي كاظم نلعب بالثواني الأخيرة المتبقية من أحداث الشوط الأول، والتعادل مستمر ما بين الفريقين. كرة طويلة بالراس تعود، وهنا تأتي صافرة حكم المباراة الكابتن سالم عامر تعلن نهاية أحداث الشوط الأول بالتعادل سلبا من دون أهداف. أحبتي سنعود ونكمل مجريات الشوط الثاني، لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. ركنية الآن. باركو، هناك عرقلة بالعارضة، وهدف هدف 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 عن طريق اللاعب ذو الفقار، علي
ذو الفقار يونس عبد علي، ذو الفقار يونس عبد علي. وخلينا نشوف هل كان هناك اكو دفع، وذو الفقار يسجل اول الاهداف مع فريق اربيل، واول اهداف هذا الموسم بالدقيقة 59 من عمر المباراة. شوف بالإعادة، شوف الكرة ارتدت من العارضة وتمركز سليم لذو الفقار، لكن هنا قد يكون نشوف هل سيتأكد من صحة قرار حكم اللقاء. محاولة من اللاعب هنريك فرناندو الحسن نعيم، خطر الله، جول كمال القرع اللاعب المغربي يدرك التعادل بالدقيقة 80 من عمر المباراة، ويسجل هدف الشخص الرابع بعد أن سجل هدفين في شباك نفط ميسان وهدف في شباك القرمة، بعد كرة وجملة تكتيكية رائعة، كرة على طبق من ذهب. هنا عشاق وأنصار الأمانة، واللاعب كمال القرع يسجل ويدرك التعادل لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. كرة جميلة ولا أروع، اللاعب الخالي من الرقابة. شوف الكرة الآن، شوف همام ابتعدت الأحمد محمود، محاولة والقرع يلعبها بكل سهولة إلى سقف المرمى ويدرك من خلالها التعادل لفريق أمانة بغداد، لفريق الأمانة بالدقيقة 80 من عمر المباراة. 1-1 الآن. درب ديالا والتوجيهات، انطلاق الآن أوليفيرا، جول مارادونا كلاوديا أوليفيرا. لاحظ التمريرة الرائعة، روى لأوليفيرا بهدف أول، حلوة قوية وعلى الزاوية البعيدة، وأول لنادي نوروز عن طريق كلاوديو أوليفيرا. سجل نوروز هدف أول، فرح لياياد، انطلاقة الآن، براهيمة عدل جول للديالة عن طريق تانديا لمدينة البرتقال بهدف في غاية الجمال. راح تانديا بثالث مباراة يسجل تانديا ثالث أهدافه مع ديالا. سجل على الطلبة وسجل على الغراف، ويسجل الآن على ديالا بثالث مباراة بثالث هدف لهذا اللاعب. يقدم أوراق اعتماده بشكل رائع مع ديالا. إبراهيم تانديا مع الحايك، أوليفيرا عالية، الله ثاني لنوروز عن طريق خوزيه نيتو البرازيلي البديل الناجح. ثاني لنوروز من برازيلي لنيجيري لبرازيلي، نيتو ثاني لنادي نوروز. اليوم البرازيلي لاحظ الله، من برازيلي إلى برازيلي ثلاثة برازيليين. لاحظ أوليفيرا لجيفرسون لنيتو الله ما كان جيفرسون، هذا نيجيري، وكمل عليها البرازيلي من برازيلي لنيجيري لبرازيلي. ثاني الأهداف لنوروز، وثاني أهدافه. عودة من جديد
تلعب بتمريرة بعرضية، محاولة راسية، البرازيلي يدون أول أهداف في البرازيل تياغو، وأول أهداف في المباراة. نعم إنهم قادمون من أجل القمة، من أجل اعتلاء هرم الترتيب، ومن هناك يسجل الهدف الأول فريق نادي القرمة برأسية مخادعة لجعفر شنيشن، نعم مغالطة ومخادعة لدفاعات فريق نادي الكرخ. هدف أول يسجل في هذه اللحظات عن طريق البرازيلي تياغو في خامس ظهور، في خامس مباراة للبرازيلي. نعم ليونسو تياغو بكرة وعرضية ورأسية من هناك تخدع الجميع وتسجل أول الأهداف لفريق نادي الكرخ. نعم 1-0 بهدف رائع وبرأسية ذكية تخدع أكبر الحراس، نعم وتخدع أيضا أكبر المدافعين والدفاعات في ضربة ركنية هي السادسة للكرخ. يبحث من هنا خطيرة راسية، من هنا جول وهدف التعادل. من هناك ننتظر مشاهدينا الكرام والمتابعين في لحظات مثيرة جدا. حتى الآن لم ينتصر القرمة ولم يخسر فريق نادي الكرخ. كرة ومتابعة وتصويبة، محاولة خطيرة الآن، ممكن المواس قد تكون الفرصة الأخيرة فيها هدف، هدف أول للشرطة ليونيل أتيبا. الله 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 الله. أعتقد أيضا راية على ليونيل أتيبا. هل يحتسب الهدف ليونيل أتيبا؟ يسجل في هذه اللحظات ليونيل أتيبا. وأيضا الهدف يسجل الآن لفريق نادي الشرطة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل ضاع. هو أضاف 4 دقائق والشرطة في الدقيقة الرابعة لم يترك الشوط الأول ينتهي بالتعادل. يأتي أتيبا ويسجل 8 أهدافه مع الشرطة خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة الله على التمريرة غير متسلل هذه المرة. أتيبا يسجل هدف شرعي لفريق الشرطة. واحد القيثارة لا شيء الغزلان ينهي الشوط الأول الشرطة بهدف ليونيل أتيبا بتمريرة سحرية عن طريق اللاعب محمود المواس اللي لعبها بحرفنة لقدم اللاعب ليونيل أتيبا اللي مر من الحارس وسدد بكرة هوا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن افتتاح التسجيل من خلال الشوط الأول. إذن هدف للشرطة مقابل لا شيء للنجف أمام فرحة المدرب مؤمن سليمان. الأخطاء المحتسبة 4 للنجف، 2 لفريق الشرطة. ركلة حرة علي داخل منطقة الجزاء خطيرة. التعادل جول للنجف. هدف للنجف عن طريق سجاد رعد يسجل لفريق النجف هدف التعادل في الدقيقة 70 سجاد رعد يسجل هدف التعادل في مرمى الشرطة ليعيد فريق النجف إلى الواجهة في هذه اللحظات بدخوله إلى المباراة. البديل يشعل الفتيل في هذا اللقاء ويسجل هدف التعادل بعد دخوله للمباراة. يسجل سجاد رعد هدف التعادل لفريق النجف. إذن النجف الآن يتعادل أمام الشرطة في هذه اللقطة، في هذه المحاولة بعدما مرر علي فاز داخل منطقة الجزاء، وتحضير كان جميل من اللاعب سجاد رعد اللي أخذ الكرة بهذه الطريقة وسجل هدف التعادل لفريق النجف. هنا الإعادة حاول معها حارس المرمى أحمد باسل، لكن مرت على أحمد باسل ليدرك فريق النجف هدف التعادل في مرمى الشرطة. مباراة ماراثونية ما بين لاعبي النجف والشرطة، ومحاولة المواس داخل منطقة الجزاء. ممكن ثاني من جديد أتيبا الكاميروني بنفس الطريقة. الأسد الكاميروني بنفس الطريقة في الشوط الأول سجل في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدل ضاع، ويسجل في الدقيقة 14
من الوقت المحتسب بل أضاع هدف ثاني لفريق الشرطة. يفعلها من جديد أتيبا، فعلها من جديد أتيبا. ثاني لفريق الشرطة ثاني. أوه أي إثارة في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي جمال في هذه المباراة، أي لحظات في هذه المباراة، أي مباراة مجنونة ما بين الشرطة والنجف، أي مباراة جميلة شاهدناها ما بين الشرطة والنجف. ونجم المباراة نجم الشباك هذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة ليونيل أتيبا. ليونيل أتيبا يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة، يجلب النقاط الثلاث لفريق الشرطة. لاحظ الإعادة، لاحظ اللقطة، لاحظ المحاولة، مناف وبعد ذلك العارضة ليكملها أتيبا في المرمى ليعلن فريق الشرطة عن هدف ثاني. هدف قاتل في مرمى النجف، هدف قاتل في مرمى النجف. النجف كان في طريقه إلى التعادل، النجف كان في طريقه إلى التعادل، لكن أتيبا لم يترك الشوط الأول يخرج بتعادل، ولم يترك النجف يخرج من الشوط الثاني بتعادل. لذلك ليونيل أتيبا نجم هذه المباراة يسجل هدفين في مرمى النجف ليرفع رصيده إلى 9 أهداف. والشرطة الآن إلى المركز الثاني، إلى المركز الثاني.
اهلا ومرحبا بكم من جديد احبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكه الاعلام العراقي. بعد ان تركنا الشوط الاول ينتهي بالتعادل سلبا من دون اهداف، انتهينا لمجريات الشوط الثاني من هذه المباراه، وصافره حكم اللقاء الدولي السابق سالم عامر تنطلق لمجريات الشوط الثاني من احداث مباراه اليوم لحساب الجوله السابعه عشر من منافسات دوري نجوم العراق، هنا بملعب الراحل الكابتن شرار حيدر، بلقاء يجمع ابناء الخابور الفريق الضيف امام الزعيم الزوراء من خلال مباراه اليوم. كره بوسط الملعب هناك عند اللاعب محمد قاسم، التقدم مع صافره البدايه للشوط الثاني من احداث المباراه عند اللاعب ابراهيم توميو، وتاتي هناك الرايه من المساعد علي صباح، مساعد حكم المباراه الثاني علي صباح. وهنا نعم مدرجات ملعب الكابتن شرار حيدر تشتعل هنا بالمساندة من قبل جماهير الزوراء المتواجدة بهذا اللقاء، وكذلك في الجانب الآخر جماهير نادي زاخو الحاضرة أمام جماهير الزوراء من خلال مجريات هذه المباراة، فمن يفعلها ومن يتقدم في المباراة ومن يفتتح التسجيل بعد أن ضاع ضربة الجزاء الزوراء في الشوط الأول من اللاعب حسن عبد الكريم. هل يعوض في الشوط الثاني؟ ودخل الشوط الثاني بحماس وقوة لابد أن تختلف عن ما حصل في الشوط الأول، وكذلك لكتيبة المدرب وسام رزق من خلال مباراة اليوم. هل تكون الشراكة حاضرة بنقاط المباراة أم تكون الأفضلية في التقدم بتسجيل الأهداف؟ هذا ما ينتظره الجميع. تصل الكرة هنا بالوسط، تقدم محمد علي عبود من أمجد عطوان، عادت الكرة الآن بالوسط وبنقلة عند الحارس علي كاظم. محمد علي عبود، نقلة سريعة، محمد قاسم تقدم الآن من محمد قاسم، النورس الأبيض عدى والتصويب، الله! نعم هنا ابراهيم توميو للنوارس، توميو للزعيم، الزعامة ستبقى خالدة لطالما هناك رجال نعم يقاتلون من أجل الشعار، يناضلون من أجل الكيان. إبراهيم توميو الذي صام عن التهديف في عدة مباريات عاد اليوم هنا ليكسر الحاجز. هنا التقدم من النورس الأبيض من محمد قاسم، قال له هاك يا إبراهيم، قال له هاك يا إبراهيم. ماذا فعل محمد قاسم؟ نعم بهذا المرور وأعطى كرة على طبق من ذهب، حضر كل شيء إلا التسديد والتسجيل، وفعل إبراهيم توميو ليعلن عن أول أهداف الزعيم للزوراء تحلق النوارس في سماء بغداد بهدف أول. نعم ها هم النوارس وهم يتحدون، نحن النوارس ونحن المدارس للأجيال الرياضية، فهل من منافس أمام النوارس؟ ويبدأ التسجيل بهدف أول عن طريق النيجيري إبراهيم توميو، يعلن عن أول أهداف المباراة لنادي الزوراء. الله 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 الله! عادت مرة أخرى النوارس تحلق، هذه المرة عن طريق الكولومبي ريكسوكس. نعم بيريان ريكسوكس يسجل الهدف الثاني في المباراة، ثاني أهداف اللقاء للزوراء مرة أخرى. الكولومبي يفعلها بعد أن فعلها النيجيري إبراهيم توميو. عاد إبريان ريسكوس يسجل الهدف الثاني. نعم شاهد التقدم بتصويب أسكنها الشباك بكرة بصاروخ، من الصعب جدا التصدي لهكذا كرة قوية بتسديدة رائعة. إبريان يا فنان وضعها في قلب المرمى واعلن عن ثاني اهداف المباراة للزوراء. هنا الزعيم مرة اخرى ينافس بقوة
ويرفض أي من الأندية يتدخل، نعم يناضل ويبعد الجميع عن الزعامة. يقول أنا من يبتعد دائما بالصدارة، أنا من يبتعد دائما من الألقاب. لا لا لا، بالكرة الماضية فالزوراء يحقق الهدف الثاني في المباراة. برايان ريسكوس الكولومبي سجل أول أهدافه مع نادي الزوراء. هذا الوافد الجديد بعد الاشتراك في الكرة الماضية. حميد علي على قدم اللاعب ضرغام بعد أن سجل إبراهيم توميو هدفه الشخص الثالث هذا الموسم مع الزوراء. وبرايان ريسكوس يسجل أول أهدافه. سلامة اللاعب ضرغام الذي اشترك للتو. ريسكوس الذي فاجأ الجميع بهدف مثير، هدف رائع. وهذا ضرغام الذي اشترك بدلا من اللاعب سجاد محمد. يتعرض للإصابة، ينهض الآن. عادت النوارس تحلق هنا في سماء العاصمة بملعب الراحل شرار حيدر. اشتعلت شرارة المباراة من اللاعب النيجيري إبراهيم توميو بعد أن هيأ الأمور اللاعب محمد قاسم وأعطى تلك الكرة لإبراهيم توميو، ولن تمر دقيقة واحدة وعاد اللاعب برايان ريسكوس الكولومبي وأعلن عن الهدف الثاني. إذا اليوم هجوم الزوراء يعمل بسلاسة ويسجل هدفين والتقدم عند الدينامو. محمد قاسم بالتصويب، كرتين زارت شباك الحارس علي كاظم. والتحدي لا زال مستمر ما بين الفريقين، وكذلك الزوراء الذي يسعى لكسر هذا الحاجز لآخر 5 مواجهات بين الفريقين. فاز زاخو بمواجهتين وحضر التعادل ب3 مواجهات. سلامة اللاعب أكام هاشم، سلامة لأكام هاشم. هذا اللقاء رقم 27 خلال اللقاءات التي جمعت الفريقين. طبعا الكفة تميل للزوراء ب13 انتصار و4 انتصارات لزاخو. حضر التعادل ب9 لقاءات، التعادل سلبا من دون أهداف. حضر في 4 مواجهات وبهدف لمثل حضر في 5 مواجهات. نتابع الآن ونشاهد توجيهات لوسام، نظرات لوسام رزق والتوجيهات لعماد النحاس. واحدة من أكبر النتائج التي جمعت الفريقين، 4-0 للزوراء موسم 2002-2003 يوم سجل هشام محمد هدفين عن جواد وفؤاد جواد، كل منهما سجل هدف. وكثاني أكبر نتيجة للزوراء هي 4-1 في موسم 2017-22 4-1 يومها سجل علاء عبد الزار هدفين وعلاء ماوي وأمجد كلب، بينما من بدأ التسجيل لزاخو ذلك الهدف الوحيد حاتم زيدان. ولا زلنا نتابع كذلك نتيجة 3-1 تكررت في عدة لقاءات للزوراء، وكأكبر نتيجة لنادي زاخو فاز بها على الزوراء هي 3-2 في موسم 24-25 أو 25-10 3-2. هذه النتيجة التي حضرت لنادي زاخو. سجل يومها غوستافو ومحمود الأسود وأمجد عطوان، بينما علي يوسف وإبراهيم غازي فسجلا للزوراء بتلك المباراة. واليوم تشاهد الثنائية بتقدم الزوراء حتى الآن بهدفين مقابل لا شيء من اللاعب برايان ريسكوس الكولومبي وإبراهيم توميو النيجيري، بعد أن فشل حسن عبد الكريم بتسجيل ضربة الجزاء. عاد في الشوط الثاني ليفتتح على تسجيل إبراهيم توميو للزوراء. نتابع ونشاهد الكرة وصلت الآن بهذا التقدم بهذا المرور بعد تسجيل هاتين الهدفين نعم محاولة تصل نادي الزوراء. التقدم الآن خلاص، الأفضلية تبقى بالأداء
بتسجيلك للأهداف، بتقدمك في المباراة. أنت تعطي لكرة القدم، ستعطي هنا المحاولة. أسورستو محاول بالعديد لكن الكرة ضاعت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. آخر لقاء بين الفريقين انتهى بالتعادل سلبا من دون أهداف في الموسم الماضي، موسم 24-25 2/5/2025، المواجهة التي جمعت الفريقين والتي انتهت بالتعادل سلبا من دون أهداف. ركنية الآن لنادي زاخو، والمختص أمجد عطوان قائد الفريق، كابتن الفريق أمجد عطوان هو على التنفيذ الآن. من أمجد عطوان تنفذ كرة بالراس، وعادت مرة أخرى محمد علي عبود، أبعدت الكرة من دفاعات الزوراء، محاولة من شبر علي لكن تتخلص يا شبر، وإبراهيم توميو يتراجع للخلف. نعم كتيبة عماد النحاس، هنا لقاء ما بين مدرسة التدريب المصرية ومدرسة التدريب القطرية. خلال هذا اللقاء نتابع ونشاهد. نعم الكرة وصلت، هنا المحاولة تعود والكرة تنقطع. ديبوتي خطير، ديبوتي يحاول، ديبوتي إلى أندريه، هي الكرة لكن كاظم رعد وميثم جبار يقطعون الطريق على اللاعب أندريه إلى الخارج. ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. الزوراء الذي يسعى بأن يعيد أمجاده، نعم، ويعود بجماهيره إلى منصات التتويج. هذا الفريق نعم بعد أن غاب لعدة مواسم عن منصات التتويج، وآخر لقب الذي حققه في موسم 2017 مع المدرب أيوب أوديشو، لكن من خلال هذا الموسم يبذل قصارى جهده من أجل إسعاد جماهيره والمنافسة. في الموسم الماضي كان أشد المنافسين لنادي الشرطة صاحب الرباعية. هنا التقدم، هذه المرة حسن عبد الكريم وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة. الموسم الماضي الزوراء كان الوصيف لدوري نجوم العراق بعد أن حقق الشرطة اللقب الرابع على التوالي ب 87 نقطة، وكان الزوراء يلي في المركز الثاني ب 77 نقطة. هذه الكرة تصل الآن وبمحاولة عدت، هنا التقدم ولكن بالعارضة مرت وعادت، لا زالت الخطورة مستمرة. الله يا حسن، اوه يا حسن عبد الكريم، نعم فاض الكرم، فاض الكرم يا كريم، فاض الكرم للزوراء، ويقدم واجب الضيافة بهدف ثالث للنوارس. هنا النوارس، هنا التحدي، ألام المنافس، ألام المنافس أمام النوارس، ويفعلها حسن عبد الكريم. فاض بكرمه، فاض بعطائه، يسجل الهدف الثالث بعد أن ارتدمت بالعارضة. عادت لحسن عبد الكريم، صب الجحيم في مرمى زاخو بهدف ثالث في المباراة. الله على الزعيم، الله على الزعيم. هنا الزوراء بهدف اللاعب حسن عبد الكريم، نعم يعوض عن ضربة الجزاء التي أضاعها ويسجل الهدف الثالث في المباراة. هنا الزوراء مرة أخرى بثلاثية يضربون ولا يتراجعون، لا يتهاونون. هم الزوراء، نعم 3-0 حتى الدقيقة 59 أصبحت نتيجة المباراة بثلاثية. 3 للزوراء، لا شيء لزاخو حتى الآن. حسن عبد الكريم اللاعب الذي أعلن عن هدفه السادس مع الزوراء وهداف الفريق. حسن عبد الكريم، تقدم أندريه والتراجع، المحاولة وصلت لي
هناك بعد الكرة الماضية نشاهد هذه بهذا التقدم مجددا هناك عند علي كاظم بالراس. تعود أمجد عطوان. نادي ساخو بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الميناء بهدف لمثله والزوراب تعادل أمام النفط، كذلك سلما من دون أهداف. كما ذكرت اليوم هنا أمام جماهيره يريد أن يصعدهم، يريد أن يحلق بالزوراب التقدم في المباراة. هذا عامر يتراجع بالوسط، حسين فلاح أبناء الخابور كما ذكرت هناك عادوا وجاءوا من قلعة العماتية، ارتووا من نهر الخابور وكذلك أرادوا وهم لا زالوا يريدون الوصول وهناك الصعود على جسر العباسي من أجل مشاركة الزوراء في هذه المباراة وتقاسم نقاطها، لكن شاءت الأمور بما لا يشتهي ساخو بل بما اشتهى فريق الزوراء وتقدم في المباراة بثلاثية وممكن الرباعية، لكن انقطعت الكرة الآن وعادت مرة أخرى. شاهد حتى هذه اللحظات 3-0 3 الزوراء لا شيء زاخو، ولا زالت الأمور مستمرة بهذا التقدم. فتح التسجيل إبراهيم توميو وعاد برايان ريسكوس الكولومبي وأضاف الهدف الثاني، ومن ثم حسن عبد الكريم أضاف الهدف الثالث. إذن سيشرك بهذه اللحظات محمد سولا وكذلك إليو آدم. حميد علي يغادر أرضية الملعب ومحمد علي عبود. إليو آدم ومحمد سولا يشترك الآن. تغييرين للمدرب وسام رزق. تصل الكرة بوسط ملعب المباراة، هناك التقدم عند اللاعب حسن عبد الكريم، تتهيأ الأمور. هنا المرور، هنا العرضية تأتي، هنا التصويب. الله 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 يا إبراهيم، أنت جحيم، أنت جحيم، وصب الجحيم في مرمى ساخو النيجيري مرة أخرى. الرباعية للزعيم، الرباعية للزعيم عن طريق إبراهيم، الرباعية للزعيم وعن طريق إبراهيم. الزوراء يفعلونها مرة أخرى. إبراهيم توميو يعلن عن الهدف الرابع في المباراة. هنا التقدم، هنا الأسيست، هنا التمرير، هنا المرور، هنا الكرة نعم تأتي بأقدام اللاعب إبراهيم توميو بعد أن عدت من حسن عبد الكريم لكاظم رعد. هي الأمور إبراهيم توميو الذي وضعها بسقف المرمى، انقدمت بالعارضة ودخلت شباك علي كاظم. الهدف الرابع للزوراء. 4 لا شيء، 4 أهداف للزعيم وإبراهيم توميو الرابع الشخصي والرابع للزوراء. يعلن عن رابع أهدافه هذا الموسم قبل أن يغادر أرضية الملعب. إبراهيم توميو سجل الهدف الشخصي الرابع بحسابه والرابع في المباراة. يغادر أرضية الملعب ويشترك الآن اللاعب هيران. في هذه اللحظات هيران أزاد بدلا من اللاعب إبراهيم توميو. إذن هذه الكرة التي وصلت نتيجة موسم 2002-2003 تتكرر في موسم 2025-2026. 4-0 حدثت مرة واحدة في موسم 2002-2003 سجل هشام هدفين، واليوم توميو سجل هدفين.
علي جواد وفائز جواد، كل منهما سجل هدف، وهنا سجل اللاعب برايان ريسكوس وحسن عبد الكريم. 4 هذه النتيجة نعم للمرة الثانية، بينما 4-1 كذلك حصلت في موسم 17 للزوراء. تبقى النتائج الكبرى تميل لكفة الزوراء خلال اللقاءات الماضية التي جمعت الفريقين. 4-0 حتى الآن برباعية للنوارس. عدت ونقلة للأمام، تستمر بالوسط، هذا أكام هاشم حتى الدقيقة 66 والمباراة مستمرة ما بين الفريقين ب4 أهداف. يا لها من مباراة مثيرة في الشوط الثاني. الشوط الأول انتهى بالتعادل، وكانت مجريات المباراة متكافئة ما بين الفريقين رغم ضغط الزوراء، وتحصل على ضربة جزاء لكنه لن ينجح بالتسجيل. بينما العودة في الشوط الثاني قلبت الموازين، وحسن عبد الكريم مجددا ممكن الخامس وكرة الهدف الخامس ضاعت. تألق وإبداع من علي كاظم، تصدى وأنقذ مرمى فريقه من الهدف الخامس باللقطة الماضية. شاهد هذه التصويبة، صدى لها علي كاظم وأنقذ مرمى فريقه. ما الذي يجري لزاخو حتى الآن؟ نعم أحبتي 4 أهداف الزوراء، لا شيء لزاخو لأبناء الخابور. والركنية الآن نتابع ركنية بهذه اللحظات. ضرغام إسماعيل العائد من الإصابة على التنفيذ. ضرغام وكرة بهذا التقدم. نجم المنتخبات السابق وأيضا اللاعب اللي يمثل الأندية الجماهيرية في دورينا من الشرطة القوة الجوية. طلب الزوراء تعود بالوسط، والعودة للزوراء مرة أخرى. ضرغام إسماعيل، هذه بعد أن عدت كرة بالوسط ومحاولة مستمرة حتى الآن. عادت الآن عند الحارس مجددا، يصل بهذا التقدم. ابعاد، كرة طويلة للأمام بالوسط. ديبوتي تراجع، ديبوتي يريد الوصول بفريقه، لكن يبقى التقدم لنادي الزوراء ب4 أهداف مقابل لا شيء، والكفة مائلة لمصلحة النوارس. مثل هكذا مباراة أكيد الغيابات دائما ما تكون مؤثرة، لكن عند هناك في الدكة شيركو كريم، وعند اللاعب ماتيو لوكاس البرازيلي. هذه الأسماء المتواجدة بالنسبة للكابتن وسام رزق. ولا زال نعم هناك وقت متبقي، ممكن أن يقلص زاخو من نتيجة المباراة، لكن بعد هذه الكرة الآن أبعدت تتخلص، والتقدم مرة أخرى بهذا المرور، بهذا العبور تصل لمصلحة الزوراء. وقريبة هناك نعم غياب المدافع جوزيف الذي طرد في المباراة السابقة، وكذلك أسامة رشيد وهادي صالح. تستطيع أن تقود اللاعبي خط الوسط بالتشكيلة الأساسية غائبين عن مباراة اليوم بالنسبة لنادي زاخو. وما زالت المحاولة هنا بالوسط عادت لمصلحة زاخو المتأخر ب4 أهداف دون رد. تصل تمريرة مجددا عند الحارس علي، من علي كاظم، ملعوبة يا علي، ارتقاء هنا لابعاد ياتي،
وكرة تغادر أرضية الملعب. شبر علي من شبر علي يريد الزوراء من خلال مباراة اليوم. نعم، كسب النقاط الكاملة وأهدافها من خلال مجريات هذه المباراة. كما ذكرت الزوراء يلعب المباراة السادسة عشر عند مباراة مؤجلة، وفاز ب7 وتعادل ب7. خسر مباراة واحدة وهي مباراة الكلاسيكو أمام القوة الجوية 2-0. هذا المرور، هذا التقدم، والكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب بعيدة على مرمى الحارس جلال حسن باللقطة الماضية. لا زلنا نتابع ونشاهد أحبتي. مستمرة المباراة بعد أن غادرت أرضية ملعب اللقاء. تنفذ الكرة الثابتة ركنية بالراس. ديبوتي قريب من ديبوتي. هل سيرتفع رصيد الزوراء إلى النقطة 31 من خلال مباراة اليوم؟ نعم، في الواقع وفي النتيجة هو المتقدم، وحتى الآن النقاط الكاملة بجعبة المدرب عماد النحاس، بينما نادي زاخو الذي سيتجمد رصيده 27 نقطة. تابع، وصلت والكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كرة تغادر أرضية ملعب المباراة. نعم، شاهد هذه اللوحات الجميلة لجماهير الزوراء وهي تحتفل بهذه الطريقة وتساند كيان الزوراء من خلال مجريات هذه المباراة. تقدم ب4 أهداف. أكيد هذه رسالة لجمهور الزوراء بأنكم تمتلكون فريق ممتع هذا الموسم، فريق رائع. ربما الأندية تتعثر في مباريات وتصفو بمباريات أخرى، لكن هذا لا يعني بأن ليس لديك فريق ينافس، والمنافسة لا زالت مستمرة ما بين من دخل خط المنافسة في دورينا. نعم، هناك أسماء بعد الشرطة. نعم، الفريق الذي يسعى دائما بأن يكون في صدارة الترتيب ويسعى لخطف اللقب الخامس على التوالي، وكذلك القرمة الذي دخل خط المنافسة على الترتيب، القوة الجوية، أربيل، وكذلك الزوراء والطلبة. هذه الأندية التي دائما ما تريد أن تكون ضمن الأندية الخمسة المنافسة، والأمور لا زالت هي مستمرة ما بين هذه الأندية. هناك بطاقة صفراء على اللاعب البديل إليو آدم النيجيري، يتلقى بطاقة صفراء عند دخوله منذ دقائق مضت. ترك هذا اللاعب وتلقى البطاقة الصفراء. حتى هذه اللحظات أحبتي التقدم لنادي الزوراء. نلعب به الدقيقة 74 من مجريات المباراة. 4 الزوراء لا شيء لزاخو. النوارس حلقت ب4 مرات، وصلت فيها لشباك علي كاظم واستطاعت أن تزور الشباك وبنت عشها على تلك الخشبات الثلاثة لمرمى الحارس علي كاظم، حتى نجحت في الوصول وسجلت أهداف المباراة. أنا قلتها، من يريد أن يخطف المباراة لابد أن يعطيه، والزوراء أعطى المباراة منذ الدقائق الأولى وهو مستمر بهذا العطاء، والمباراة كما تشاهدون مستمرة حتى الآن بهذا التقدم. هذا هو اللاعب الكولومبي اللي سجل هدف، بريان فالنسيا، اللاعب الكولومبي. شاهد هناك الكلام من اللاعب ديبوتي
بعد الاشتراك بهذه الكرة ما بين اللاعب اندريه واللاعب أكام هاشم باللقطة الماضية. لازلنا نتابع أحبتي ونشاهد من خلال مجريات هذا اللقاء. نعم، بطاقة صفراء تشار على اللاعب أكام هاشم خلال هذه المواجهات التي جمعت لقاءات الفريقين. شهادة تسجيل 60 هدف سجل منها نادي الزوراء، واليوم بهذه الرباعية الزوراء وصل للهدف 44 في شباك زاخو، بينما 20 هدف لزاخو في شباك الزوراء. من البطاقة الصفراء التي أشهرت من حكم المباراة الكابتن سالم عامر. لازلنا حتى هذه لحظات نتابع توجيه من الحارس جلال حسن. جلال بتوجيهاته وعلى التنفيذ. محمد سولا هو على التنفيذ الآن لنادي زاخو. هل ينجح؟ هل يقلص الفارق من خلال هذه الكرة الثابتة؟ نتابع. يا محمد هو على التنفيذ الآن. محمد صالح سولا وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. يعني محمد صالح سولا والكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. تسديدة اللاعب الليبي، هذا من ليبيا، سدد باللقطة الماضية، لعب للقادسية الكويتي ولنادي العربي، الصفاقسي التونسي والرفاع المحرق وأهلي طرابلس. يغادر أرضية ملعب المباراة برايان ريستوس الكولومبي صاحب الهدف الثاني في المباراة، يترك أرضية ملعب اللقاء. نعم، وكذلك يشرك اللاعب الشاب يوسف عزيز، وأيضا ألكسندر أروها. تغييرين للمدرب عماد النحاس، دفعة واحدة بهذه اللحظات، ألكسندر ويوسف عزيز. هذه بعد أن وصلت الآن. شاهد الكرة عند جلال، من جلال تصل لأكرم هاشم، نقلة وصلت هيران أساد وتعود من شبر علي أمجد عطوان، من أمجد يا عطوان وتعود لمهدي كامل، أيضا لاعب الزوراء السابق ولعبها كذلك أيضا للشرطة وللنجف وأربيل وانتقل لزاخو. مهدي الذي اشترك الآن بدلا من اللاعب أندري الذي ترك أرضية ملعب المباراة. أندري شيكشي اللاعب الذي ترك أرضية الملعب وحل مكان مهدي كامل. واجهة مثيرة هنا، آسو رستم يتقدم من آسو بتمريرة، لكن ميثم قريب، ميثم جبار قريب، ميثم باللقطة الماضية. يستمر التحدي ما بين الفريقين. زاخو الذي يطمح من أجل أن يقلص نتيجة المباراة، وادي بوتي يتقدم، مهدي كامل خطير، مهدي مرة، وهنا من اللاعب محمد صالح، حاول محمد صالح صولة من الليبي إلى ديبوتي، إليو آتم، تصويبا من اللاعب إليو آتم، ميجيري سدد بقوة والكرة مضت وغادرت أرضية ملعب المباراة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. حتى الآن بعد الكرة الماضية ذهبت خارج 4 أهداف دون رد، كنتيجة صعبة وثقيلة بالفعل أن تستقبل 4 أهداف والوقت المتبقي قليل. أنت تلعب في الدقيقة 80، لن يتبقى إلا 10 دقائق. من الممكن أن تعود بهدف، أن تقلص الفارق بهدفين، أن تصبح 3 نعم، أو تصبح ب4 أهداف مقابل 3 أهداف، أو ب4-2. لكن أمام الزوراء شيء صعب، ممكن أن تعود بهدف بهدفين وتبقى الأمور مستمرة حتى هذه اللحظات بهذه النتيجة. لن يسجل زاخو حتى هذه اللحظات، فممكن عن طريق اللاعب محمد يتقدم، محمد صالح هنا الهدف. الله
عاد أبناء الخابور، وعن طريق البديل إليو آدم من النيجيري يقلص الفارق لتصبح ب4 أهداف مقابل هدف. أبناء الخابور لا يستسلمون بسهولة، بل يعودون ويقلصون الفارق لتصبح 4-1 الآن بالدقيقة 80. هنا المرور من محمد صالح إلى إليو آدم، وضعها في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس جلال حسن. تقدم إليو وسجل الهدف الأول. كما ذكرت لا شيء مستحيل في كرة القدم، ألا تيأس وألا ترفع الراية البيضاء وألا تستسلم بسهولة، حتى وأن داهمك الوقت، حتى وأن بقيت 10 دقائق، فهذا لا يعني أن المباراة انتهت. إليو آدم قلص الفارق، وأصبحت الآن النتيجة ب4 أهداف مقابل هدف. 4-1، 4 أهداف مقابل هدف الآن. إليو يسجل هدف تقليص الفارق. نعم، هل ينجح وهل يأتي الثاني؟ ممكن عن طريق اللاعب أسو رستم. أسو يحاول، لا، تعثر أسو، سقط أسو. رستم سقط أيضا باللقطة الماضية. ولا زالت الأمور مستمرة بهذا العطاء ما بين الفريقين بهذه المباراة، وتصل مجددا. هناك أخرى لا زالت عبور حتى الآن. هذا محمد اللي صنع الهدف، اللاعب البديل ممكن لياسو. رستم مرة أخرى تصويبة إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة، ضاعت وللخارج. تغادر أرضية ملعب المباراة الكرة الماضية. شاهد، فكل شيء مستمر حتى هذه اللحظات وأنت تتابع معطيات هذه المباراة، لكن تبقى حتى الآن الأفضلية بالتقدم ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. هنا من يسعى ليقلص نتيجة المباراة بهدف آخر بالضغط على دفاعات الزوراء، لكن التراجع، واحذر من التراجع. لطالما لدي لاعبين مواهب كهذا اللاعب، نعم، يوسف عزيز بعد وصلت، هذا أيضا أشرك كلاعب بديل في مباراة الزوراء والنجف وسجل هدف، نعم، يومها لنادي الزوراء، هدف التقدم عن طريق هذا اللاعب كان بتلك المباراة. وهنا وصلت مجددا حتى عادت الكرة بالتقدم مرة أخرى. لا زالت مستمرة عند اللاعب أورينهو، يلعب بنقلة سريعة من اللاعب أورينهو، التقدم، ولكن ترتد الكرة وتعود أخرى. هنا من يحاول الوصول مرة ثانية. الزوراء يريد التقدم والبحث عن هدف خامس للابتعاد أكثر بنتيجة المباراة. هيران حاول الآن، هيران، لكن انقطعت يا هيران، ووصلت الكرة لي نعم لزاخو، والتقدم عند اللاعب محمد صالح. حاول سولا بالكرة الماضية وانقطعت يا محمد صالح من سولا حتى وصلت مرة أخرى. هناك بنقلة سريعة تعود، تنقطع بتمريرة. هنا بالوسط انتشار واضح والتراجع، الاعتماد أصبح على أسلوب الهجمات السريعة التي تصل باتجاه اللاعب ديبوتي وإليو آدم، لكن تراجع من دفاعات الزوراء مع لاعبي خط الهجوم لنادي زاخو ومنعهم من الوصول إلى مرمى الحارس جلال حسن بعد أن زاروا شباك الحارس جلال حسن بهدف قلص الفارق، وأصبحت النتيجة 4-1. لكن لا زالت الأمور مستمرة ولا زال هناك نعم 5 دقائق على الأقل. هذا عدد الوقت الذي سيضاف من حكم المباراة ليتمكن نادي زاخو
مرة أخرى بزيارة الشباك الزوراء وتسجيل هدف آخر في المباراة. تتابع فكل شيء ممكن. أنا ذكرتها وقلت لا يجب عليك أن ترفع الراية البيضاء وأن لا تستسلم لطالما لن تنتهي المباراة بعد. تصل الكرة هنا المحاولة هنا التمرير والوصول بهذه الطريقة إلى أن غادرت أرضية الملعب. توجيهات كابتن عماد النحاس المدرب المصري بتفوق واضح حتى الآن ب4 أهداف مقابل هدفين. لوكاس ماثيوس يشترك بدلا من اللاعب اسورستوم. تابع وبهذا التقدم استمر. عدت هنا تأتي العرضية الارتقاء والابعاد ياتي من المدافع البرازيلي اورينهو. ابعد اورينهو ابعد الكرة الماضية. هذه جماهير الزوراء استعدت ومستعدة للاحتفال وبدأت بالاحتفال وتنتظر ما تبقي من أحداث المباراة بعد هذا التقدم وهذه النتيجة الكبيرة التي نعم تقدم بها نادي الزوراء خلال هذه المباراة لحساب الجولة 17 من منافسات دوري نجوم العراق. الزوراء يقسو على زاخو ب4 أهداف مقابل هدف وحيد. نعم 4-1 ولن تنتهي حتى الآن بعد أن مضت وبعد أن عدت بتلك الكرة التي وصلت هناك وانقطعت. نعم أحبتي تصل الآن محاولة من جديد ومرور لا زالت مستمرة. هل تكون يا محمد قاسم بالهدف الخامس في المباراة؟ لا، هناك لألكسندر أروه يتقدم ألكسندر والمرور لكن أمجد عطوان يمنع اللاعب ألكسندر وتعود مرة أخرى لمهدي كامل. إبعاد والكرة طويلة من اللاعب أورينهو إلى إيليو آتم. تقدم من اللاعب ماثيوس. لوكاس البرازيلي الذي اشترك بدلا عن اللاعب اسورستوم. عبد الله نصيب بدلا عن اللاعب ضرغام اسماعيل بهذه اللحظات. ضرغام الذي اشترك في الشوط الثاني سيترك ارضيه الملعب ويشرك مكان عبد الله نصيب بهذه الدقائق. عبد الله نصيب اللحظات المتبقيه. ضرغام على ما يبدو يشكو من الاصابه. نعم احبتي 4-1 نتيجة 4-1 حدثت في موسم 2017 22-1 يومها انتهت 4 أهداف مقابل هدف وحيد. في تلك المباراة من سجل لنادي زاخو ذلك الهدف حاتم زيدان، بينما للزوراء بتلك الرباعية سجل يومها علاء عبد الزارة هدفين وعلاء مهاوي سجل هدف وأمجد كلف سجل هدف. علاء مهاوي وعلاء عبد الزارة لا زال يمارسون نشاطهم في كرة القدم بينما أمجد وكلف الذي اعتزل كرة القدم الأسمراني. هذه عدت بالتصويبة والثاني الله عاد يا أبناء الخابور فهم لا يستسلمون حتى الرمق الأخير من المباراة. يحاولون يقاتلون يقلصون الفارق من معطيات هذه المباراة ويسجلون ثاني أهداف اللقاء. أصبحت الآن ب4 أهداف مقابل هدفين. 4 للزوراء 2 لزاخو كما ذكرتها وقلتها. فزاخو لن يتراجعون يحاولون بتصويبة قوية. نعم ويأتي الهدف الثاني عن طريق المدافع شيفان جميل يضيف الهدف الثاني يقلص الفارق ويفعل المستحيل من أجل الوصول إلى مرمى جلال حسن. 4 أهداف مقابل هدفين. 2 لزاخو بالوقت القاتل من المباراة يقلصون الفارق لتصبح 4 أهداف مقابل هدفين حتى اللحظات الأخيرة من مجريات هذه المباراة.
فيا لها من ندية ويا لها من إثارة. 6 أهداف بمباراة صعبة، بمباراة مستحيلة كما ذكرتها منذ اللحظات الأولى، مباراة بعيدة عن التوقعات وعن كل شيء وعن الحسابات. 4 مقابل 2. يلا عدت ومضت ولا زالت مستمرة. هل يفعلونها في الوقت الإضافي؟ هل ينجحون ويضيفون هدف ثالث؟ ننتظر 5 دقائق. 5 دقائق، فهم في الدقائق العشرة الأخيرة سجلوا هدفين. نعم سجلوا في الدقيقة 81 وعادوا وسجلوا في الدقيقة 90. هل ينجحون ويسجلون في الوقت الإضافي هدف ثالث حتى يقلصون نتيجة المباراة، أم تبقى النتيجة على حالها؟ تصل بالوسط حسين فلاح يلعبها بنقلة عند اللاعب عامر، يتقدم الآن عامر، مر يا عامر بهذه اللحظات وتمضي هناك لكي تعود مجددا بنقلة أخرى. عدت زاخو يسعى للوصول مرة أخرى عند اللاعب ديبوتي بتمريرة. ديبوتي هذه وصلت بمنتصف ملعب المباراة بعد ما سجل اللاعب البديل إيليو آدم، هذا اللاعب شيفان جميل وسجل هدف تقليص الفارق. أصبحت النتيجة هنا الثالث بتصويبة قوية من اللاعب ديبوتي، لكن عند الحارس جلال، عند الحارس جلال حسن. أصبحت الآن نتيجة المباراة 4 أهداف نعم محبتي مقابل هدفين، والمباراة مستمرة بهذا العطاء المثير ما بين الفريقين. نلعب بالوقت الإضافي والأمور مستمرة. تمضي الكرة وعدت هناك إلى أن غادرت أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية الملعب. هذا أكام هاشم بعد الإبعاد للكرة الماضية. ملعوبة الركية، ارتقاء كرة بالراس قريبة للاعب ديبوت من ديبوتي، تصل بتصويبة من مكان بعيد وإلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. غادرت أرضية الملعب. كل شيء مستمر حتى هذه اللحظات، ولا زال زاخو يبحث ويسعى للوصول لتسجيل هدف ثالث بهذا اللقاء، لكن المباراة مستمرة حتى هذه نعم اللحظات المتبقية من الوقت الإضافي والدقائق، نعم دقيقتين على الأقل متبقيتين لنهاية أحداث المباراة. هل تنتهي بالتقدم ب4 أهداف مقابل هدفين؟ نتابع ونشاهد أحبتي. تصل مرة أخرى الزوران بثقله بتقدمه بإبداعه، استطاع أن يسجل 4 أهداف. نعم ويا له من شوط مثير. الشوط الثاني غير معادلة المباراة، الشوط الثاني غير كل تفاصيل ومعاني المباراة. الشوط الثاني الذي شهد تسجيل 6 أهداف، 4 منها للزوراء و2 لزاخو، وممكن أن يكون الثالث هنا لزاخو، والكرة أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية الملعب، نعم طالت أبعدت إلى الخارج. الكرة الماضية ولا زالت حتى هذه اللحظات مستمرة بالعطاء. مباراة مثيرة ما بين الزوراء وزاخو. تابع هذه جماهير الزوراء نعم التي تتغنى بهذا الانتصار. أكيد انتصار مثير بمباراة مثيرة شهدت تسجيل 6 أهداف، 4 للزعيم و2 لأبناء الخابور. وحتى هذه اللحظات والمباراة لا زالت هي مستمرة ما بين الفريقين. تصل ومن جديد هناك بنقلة
عدت وللأمام تصل الكرة بالوسط، نلعب بالثواني المتبقية. هل نقول مبروك؟ نعم، بهذه النتيجة ب4 أهداف مقابل هدفين. أم سيأتي الثالث ويغير المعادلة للمباراة؟ بدأ زاخو يتغير بالدقائق الأخيرة من أجل الضغط، وتأتي صافرة النهاية تعلن عن نهاية المباراة من الدولي سالم عامر بفوز الزوراء ب4 أهداف مقابل هدفين. فيا لها من ليلة كروية ويا لها من مباراة مثيرة شهدت 6 أهداف، 4 للزوراء 2 لزاخو. مبارك مبارك لنادي الزوراء وجماهير الزوراء، هارد لك لزاخو وجمهور زاخو. شكرا للفريقين، قدما مباراة مثيرة، مباراة رائعة. نعم، على أمل أن نلتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. استمتعتوا في التعليق على أحداث هذه المباراة. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.